علشان يكسب وقت سواق الاتوبيس قرر يدخل نفق مهجور، بس اللي ما كانش متوقعه ان النفق طوله بس 800 متر. هو فضل سايق 20 دقيقه من غير ما يشوف نهايه. يا ترى النفق اتوسع؟ اللي اغرب من كده ان من ساعه ما دخلوا النفق ما عدتش عليهم ولا عربيه واحده. في اللحظه دي السواق حس ان في حاجه غلط، قرر يسمع كلام الناس اللي معاه ويرجع تاني. بس بعد 40 دقيقه تانيه من الرجوع برضه ما وصلوش لاي مخرج. تانك البنزين قرب يفضى والركاب ما قدروش يستحملوا اكتر. كلهم كانوا عايزين ينزلوا من الاتوبيس، واول ما نزلوا بدات حاجات غريبه تحصل واحده ورا التانيه. اول ما كل الناس نزلت واحده ست حامل لقت موبايل على جنب الطريق. الموبايل ده كانت رميته اول ما دخلوا النفق. ازاي رجع تاني وظهر هنا؟ علشان يفهموا ايه اللي بيحصل بعتوا 2 من الناس يمشوا قدامه ويكشفوا الطريق، والباقي قعد يستنى في مكانه. ومع الوقت حاجه اغرب حصلت. ال2 اللي راحوا لقدام ظهروا فجاه من ورا المجموعه. ايه اللي بيحصل هنا؟ هو النفق ده مدور مثلا؟ بس لو كده المفروض السواق يحس وهو سايق. علشان يخرجوا من المكان ده بسلام راجل اقترح ان الاكل يتجمع ويتوزع بطريقه منظمه. لحد دلوقتي محدش كان مدرك حجم الكارثه. الكل سلم اكله برضا، وبعد ما خدوا نفس صغير كام واحد بداوا يدوروا تاني يمكن يكونوا فاتهم حاجه. بس لما رجعوا للمكان اللي كانوا واقفين فيه اكتشفوا ان الاتوبيس الجديد اللي كان لسه لامع بقى كله تراب وصدى. حتى الاكل اللي جوه باظ وبقى معفن كأن سنين عدت. واضح ان الزمن جوه النفق ماشي بسرعه اكبر بكتير من بره. وهم واقفين مش عارفين يعملوا ايه فجاه نور الاعمده اللي في النفق اتطفى، وبعدها سمعوا صرخه. ولما السواق شغل النور العالي بتاع الاتوبيس لقوا راجل اختفى فجاه.